صباح الخير البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي مرة اخرى. اليوم يوم تاع رويس، تاع فرحة، تاع تقاليد، تاع كل شيء. اليوم يا البنات نحطوا كل شيء اكوتي، نحطوا جهاز ونحطوا الماعين، نروحوا ديريكت للتصديرة تاعنا يا البنات. خلاص حبسنا هنا، كل شيء درناه، كل شيء كملناه، نبداو نخمو في التصديرة تاعنا البنات. وكيما شفتوا يا البنات في عنوان الفيديو، راح يكون فيديو عن كيفاش تختاري الكراكو تاعك، كراكو اللي يناسبك، يناسب جسمك، يناسبك لونك، يناسب بشرتك، يناسب حتى شخصيتك يا البنات. وقبل ما نبداو الفيديو توجور نقولكم ديروا لايك وديروا سبسكرايب وكومنت شباب كيما نتوما، باش تشجعوني البنات ندير لكم هذا المحتوى المفيد يفيد كاع البنات اللي راهم يجهزوا البنات، و اللي راح يبداو يخيطوا في تصديراتهم ويخيروا في الكراكو ولا كاع الملابس التقليديه تاعهم. وهيا اربطوا الاحزمه ويلا نبداو الفيديو تاعنا. اول قاعده هي شكل الجسم. كما نعرفوا كاع باللي شكل الجسم عندنا بزاف اشكال، سواء كنتي متوسطه في جسمك ولا رقيقه ولا حتى سمينه ولا ممتلئه البنات، راح تكون هناك قواعد باش تخيري الكراكو تاعك. اول حاجه عندنا بزاف اشكال تاع الاجسام. عندنا راح ندو 3 اشكال اللي راهي منتشره، اللي هي جسم الساعه الرمليه وجسم الازاصه وجسم المثلث. نبداو باول حاجه جسم المثلث. جسم المثلث واش نقصدو به؟ جسم اللي يكون عندهم الكتاف عرضيه البنات والتحت يعود عندهم يعني الرق من الفوق، ما تلقاوش عندهم توازن، يعني الجسم تاعهم من الفوق اكبر من التحت. هذه هي. هادو البنات واش يخيروا حاجه اللي تكون تركز على الجزء السفلي، يعني باش يعود عندهم توازن ما بين الفوق والتحت. وكيفاش يركزوا على على الجزء السفلي؟ باختيار الفوليم لتحت كالتنوره كما رانا نشوفوا هنا في هذه الفوطو، ولا الطرز يعود مركز على الجزء السفلي نتاع الكراكو تاعها. الجسم الساعة الرملية، هذا النوع من الجسم أنا صراحة نحبه بزاف، لأني نحس عنده توازن ما بين الفوق والتحت، وأي حاجة تلبسها توالمها. أنا نحب نركز باللي هذا الجسم يقدر يزيد من الجمال تاع الشكل تاعو من خلال انه يديروا سبتة ويخلوا هذاك الفوليم تاع الفوق والتحت متوزع بشكل متوازي. كما قلت يا البنات منات شكل الساعة الرملية، انت راكي يعني في المنطقة تاع الامان، لانه اي حاجة تلبسيها راح توالمك وراح تخرج عليك، وهذه هي بصحتك. هذا ما كان. نروحوا لجسم الإجازة، وهذا أصعب أنواع الأجسام، حيث أنه يعد الكتلة تاع الجسم تاعها متركزة في منطقة الحوض إلى ما ذلك. هنا أنا واش نقولها فقط أنك تغطي هذيك المنطقة تاع الكرش والأخر تخليها تحطي فيها الفوليم تاع الكراكو تاعك، تحطيه كاع في هذيك المنطقة، وتخلي تحاولي انك ايضا توزعي الفوليم اللي بقى تاع الكراكو، يعني من الاكمام الى الجزء السفلي بطريقه جيده. مثلا عندي هذا الشكل يخرج على جسم الاجاصه، حيث انه يغطي لها الكرش تاعها ويعطيها توازن كامل في الشكل تاعها بشكل عام. هذه هي. وهنا ما تخافيش كامل يا البنات، انا نقول لكم بلي ركزوا، لان جسم الاجاصه تركز على انها تحط هذيك السبته تاعها برك في منطقه اللي باينه ولا معينه، وتكون شويه هكا كبيره، هكا راح تعطي هذيك الفوليم المليح وتخلي الجسم تاعها متناسق بشكل جميل جدا. نروحوا الى قاعده ثانيه، هي الالوان.
هنايا البنات باش تخيري الالوان لازم تكون عندك 3 قواعد على حسب لون البشره تاعك وعلى حسب الجسم تاعك وعلى حساب الشخصيه تاعك. اولا البشره البيضاء راح تخير اللون الوردي الفاتح. الازرق السماوي، ايضا الوان البيج. وهنا البيج ما نقولش البيج اللي يدير يروح للرمادي لانه هذاك راح يبهتلها اللون تاع البشره تاعها. والالوان اللي راح تبهيها هي الاخضر هذاك الباهي هذاك الطاوي، والتركواز ولا الاحمر الكرزي هذاك اللي رايح اللون نتاع الكرز. نروحو دركا البشرة القمحية كيما هذه اللي البنات راكم تشوفوا فيها، هذه تخرج عليها البن الكراميل والاخضر الزيتوني والبيج الغامق. الالوان القوية اللي تخرج عليها هي الفيروزي والبنفسجي، والاحمر ايضا الغامق يا البنات. أما البشرة الداكنة المائلة إلى السواد هذيك تخير الألوان الزاهية مثل الفوشيا، واللون أيضا لون البرتقالي والأحمر الفاتح. هذو راح يخرجوا عليها بشكل جميل جدا. نسيت ما قلت لكمش الطرز يا البنات شوفوا الطرز اذا كنتي مثلا طويله، ننصحك انك ديري طرزات يعودوا بشكل العرضي هكا باش تنقصي شويه من الطول تاعك وشكل يجي شكل متوازن. واما اللي قصيره دير الطرز تاعها بشكل طولي. اما عن الشخصيه انا نقول الشخصيه هنا تخيري اللون اللي جاي على الشخصيه تاعك. مثلا شي شخصيه هادئه راح تخيري الالوان ايضا البيج والالوان الفاتحه. واما اذا كنتي شخصيه يعني صارخه ومجنونه الى اخره راح تخيري الالوان مثل تشيني والوردي الفوشيا والى اخره. القاعدة الثالثة هي نوع القماش. هنا البنات أيضا القماش كاين يخيروا على حسب التقاليد يروحوا يخيروا هذا القاطفة الخاصة بالكراكو، خاطر كاين قطيفة الخاصة بالكراكو يا البنات ما تغلطوش وخيروها البنات. أنا ننصحكم تخيروها يعني كاليتي يعني برومي شوا، وسقسوا الحانوت يقول لكم واش هي الحاجة اللي تخرج على الكراكو هو يعطيها لكم إذا كنتوا باش تشروا من عنده. واذا كنتو باش تهزوها واجده سقسوا على نوع القماش واذا كان برومي شوا ولا لانه بعد سنوات راح يتبدل لونها ويفسد. وكاين البنات اللي يخيروا يعني اشكال اخرى من القماش كالساتان. وايضا نورمالمون البراد دخل ايضا يخدم في الكراكو. هنا تخيري ايضا على حسب الشخصيه تاعك وعلى حسب ما اعرف انا استخدامات نتاعكم. بعد اذا كنتي راح تستخدميه في اعراس وما الى ذلك راح تخيري اللون قصدي القماش تاع القاطفه. اما كنت باش ديريه في مناسبات هكا خفاف ولا اخر خيري الأقمشة الأخرى اللي راح تخدمي بها. وهنا أيضا أنا نقولكم روحوا عند خياطة كاليفي اللي تعرف تخيط واللي تعرف تخدم بالقماش مليح باش هنا القصة تاعك ما تفسدش وما يفسدلكش القماش أيضا. نروحوا إلى آخر شيء الإكسسوارات البنات. الإكسسوارات كما نعرفوا البنات دائما عندنا كرافاج بولحية اللي هو من أساسيات نتاع الكراكو. يعني نورمالمون سقسي العصيميات هما اللي يعرفوا اكزاكت كيفاش يتلبس وكيفاش يكون. عندنا ايضا الراتكو اللي دخل يعني جديد اللي هو نورمالمون في الاصل يروح يخدموا به في القفطان، والان راهم يخدموا به ايضا في الكراكو. وعندنا ايضا يا البنات بالاضافه للقفطان كاين اللي يستخدموا ايضا السخاب البنات. هذا هو السخاب البنات. هذا كاين الاسود اللي هو تاع العنبر وكاين هذا تاع العقاش هذا اللي خرج مؤخرا. كيما هنا مثلا نشوفوا صالومي هنا واش دارت خدمت بخيط الروح في الجبين تاعها وخدمت بالراتكو
ومع المناقش تاعو، وخدمت ايضا بالكرافاج بولحية. هذا ايضا بسبب انها وشنو عندها شارجي القفطان تاعها استغفر الله الاخر تاعها شارجي. هنا نشوفوا ايضا مثال اخر اللي هنا خدمت هنا بالجبين، يعني في الجبهة تاعها، وايضا خدمت بالكرافاج بولحية تاع شنو زوج بيبان نورمالمون. وي فوالا زوج بيبان. وهنا الايدي يديروا يعني خواتم عاديين ولا خواتم خفاف هكا، لانه اصلا القفطان هو بطبيعته قصدي مش القفطان، علاه نقول القفطان ليسونسيال البنات. القفطان راح يكون ان شاء الله في الفيديو الجاي. قلنا هنا الكراكو يعني كيما راكم تشوفوا. لهنا البنات نكون وصلنا الى نهاية الفيديو تاعنا. ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا منه وديتوا يعني الفائدة اللي راح تدوها، وان شاء الله نتلاقوا في فيديو جاي. باي باي.